السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف هنا وألف خير يا رب. النهارده زي ما انتوا عارفين كده اخر يوم خطوبة، فالجو بيشتي وايه، وزي ما انتوا شايفين كده ما طلعتش البط من الحواتية بتاعته لان الجو بيشتي وايه ومش متظبط خالص. زي ما انتوا شايفين معانا كده هوا شديد خالص وايه، ومش يعني مفيش استعداد بقى ان الواحد يطلع اي بط في الساعة ديت. حتى لو كان كبير معاك ممكن يتعب منك ولا قدر الله، لا قدر الله ولا حاجة، ويجرى له حاجة في الساعة دي. فزي ما انتم شايفين كده جبت لهم العلف، حطيت لهم وحطيت لهم الميه اهو قدامهم وايه، وهقفل عليهم برده النهارده طول النهار، مش هفتح لهم خالص النهارده لان زي ما انتم شايفين كده الجو بسم الله ما شاء الله يعني كله هوا وشتي. النهارده اخر يوم خطوبه، ربنا يعدي على خير يا رب ان شاء الله باذن الله. زي ما انتم شايفين كده معانا كنت جايبه لهم شويه دش، 2 كيلو دش حطيت لهم، وكان شويه عكاويز برده كلوهم وحطيت لهم الميه اهو. ما ببقاش ارضى احط لهم ميه في قلب الحته اللي انا ببيت فيها، بس بما ان بقى الجو الشتاء والسطح كله ميه فمانيش عارفه ايه اطلعهم بره، حطيت لهم في قلب الوعاء اللي انتوا شايفينها دي، حتى لو وقعوا يقعوا في البلاستيكيه دي. فربنا يسترها يا رب ان شاء الله باذن الله، وما تقلش اكتر من كده، ويعديها على خير يا رب. اليومين الساعه اللي احنا فيهم ده اخر يوم خطوبه، يعني هي كتر خيرها، يعتبر طول شهر طوبه ما اشتكش ولا يوم، يعتبر بقى لها 3 ايام اهو هي اللي مش متظبطه فيه. فكتر خير الدنيا يعني اللي هي وصلنا للدرجة دي، او لايه لاخرها كده، من اولها وهي دافية وحلوة والشمس زي العسل. زي ما انتم شايفين البط بتاعنا بيحب المية، فما ينفعش ان انا ايه احوش عنه المية خالص، حتى لو مبيتاه في بوكسة حتى لازم احط له مية. البط بالذات روحه في المية. كل سنة وانتم طيبين. خلاص بقى ما عادش حاجة على رمضان، يعتبر احنا بقى كده ايه، يعني اللي عايزة دورة رمضان من الفراخ البيضة يدوبك كده 45 يوم قدامنا، شهر ونص اهو. فاللي عايزة تنزل دورة رمضان بقى يدوبك كده تستعد ايه لتجهيزها. هو بيبقى في ناس تطلع الدورة على 35 يوم، بس ايه عشان يعني الواحد يعمل احتياطاته برضه، ممكن يكون مثلا نوع كتكوت معاكي او حاجة يغيب معاكي، فيا دوبك الوقت بقى الناس تجيب وتربي ايه لشهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، دورة رمضان ربنا يجعلها دورة الخير علينا وعليكم يا رب إن شاء الله بإذن الله، ويجعله شهر الخير واليمن والبركات علينا وعلى أمة لا إله إلا الله أجمعين يا رب العالمين. فزي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، يعتبر الحتة دي دافية عن السطح، فإيه هطلع برضو كل شوية أبص عليهم كده، عايزين مية عايزين حاجة برضو أحطها لهم، بس طلوع على السطح بقى النهاردة مش هينفع خالص. الحته دي انا حاطه لهم اصلا من يوم ما انا عملتها على السطح، حاطه مشمع، حتى لو شتا ولا حاجه الميه بتتزحلق من على المشمع. زي ما انا قلت لكم البط روحوا في الميه، روحوا كده في الميه. فانا حاولت بقدر الامكان برضو الحته ما ترطرطش، تعطوهم ميه ويسقعوا. حطيت لهم البلاستيك كده وحطيت في قلبها الوعاء بتاع الميه، بس كل شويه كده اطلع ازودها. انتوا عارفين لما كنت بحطهم على السطح او بسيبهم على السطح بحط لهم كم موعيه ميه يعني، فدي حطيتها لهم كل شويه كده ابقى اطلع ايه ابص عليهم برضو ازودها لهم او احطها لهم، لان البط ما بيستغناش عن الميه خالص. ربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين، ويرحم ابويا وامي واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين، ويجعل الايام اللي جايه علينا كده كلها خير وهنا وسعاده يا رب ان شاء الله باذن الله، ويدخل رمضان علينا كده بكل هنا وسعاده وفرح ان شاء الله علينا وعلى امه لا اله الا الله اجمعين يا رب العالمين. يا رب تكون الفيديوهات بتاعتي خفيفة عليكم وما كنتش بتقل عليكم، وتكونوا بتستفادوا منها أي حاجة، ويجعل أيامنا كلها هنا وخير وسعادة يا رب علينا وعلى أمة لا إله إلا الله أجمعين. وبنعزي بس يعني إخواتنا في سوريا وفي لبنان وفي تركيا، بحيث إن شايفين الزلازل اللي حصلت امبارح، فربنا يرحمهم يا رب ويجعلهم من الشهداء آمين يا رب العالمين، وربنا يسترها علينا يا رب بحق جاه النبي علينا وعلى أمة لا إله إلا الله أجمعين، ونواسي كل أخ مسلم في كل مكان.
اللهم اجعلهم من الشهداء والصديقين يا رب العالمين، واجعل ايامنا كلها اللي جايه هنا وخير يا رب، وابعد عننا فوجع الاحداث يا رب العالمين، وما نشوفش حاجه وحشه ان شاء الله باذن الله لبلادنا ولا لبلاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين، واجعل ايامنا كلها هنا وخير يا رب. زي ما انتوا شايفين كده انا بصور معاكم في قلب الحته اللي انا محوطاها عليهم اهو، زي ما انتوا شايفين كده. يعني انا ماسكه التليفون ونوطيه كده بصور لكم، بس ايه مانيش عارفه اطلع لان الجو بيشتي اصلا، السطح مليان ميه لعينه، فمانيش عارفه اصور لكم بره. فحبيت بس يعني ايه اعمل معاكم روتين كده، بقالي 3 4 ايام ما نزلتش فيديوهات، فقلت اما انزل معاكم الروتين دي كده. ربنا يسترها علينا وعليكم يا رب ان شاء الله باذن الله. واجعل كده يعني ايامنا اللي جايه كلها هنا وخير يا رب العالمين، وابعد عننا الشر يا رب. زي ما انتم شايفين مبعترين. انتوا عارفين الفراخ البلدي بتحب تبعتر اي حاجه ما تكون حاطه قدامها حاجه ناشفه وكده، بتحب تبعترها وهي تاكل من على الارض بقى. انا كنت حاطه ديف وعي بعتروه تحت منهم اهو الدش، بس انا حبيت اجيب لهم النهارده شويه دش كده. ليه؟ لان الجو ساقع وكده ومش هعرف اطلعهم على السطح، قلت اما احط لهم عشان ايه يفضل قدامهم مثلا النهارده طول النهار. انا بحب زنقه الطيور ولا حبستها، بس بقى ايه دي مش بايدنا بقى، مينفعش يطلعوا في البرد حتى مهما يكون الطيور بتاعتك كبيره. شويه البرد ده هم ممكن ياخدوا لطشه برد منك ولا حاجه، لا قدر الله يتعبوا ولا يجرى لهم حاجه. فانتوا عارفين بقى ايه يعني الحاجه متكلفه والحيوان غالي وكده والعلف غالي، فمينفعش اللي احنا نبهدل فيه. الواحد بس لو حابسهم ولا حاجه يبص عليهم بس كل شويه، يزود لهم ميه يحط لهم علف، بس من ناحيه اللي انت تطلعوهم على السطح في الشتاء ده اهو يستهوا منك ويتعبوا معاك. كده اللي يعتبر قدامهم الميه نقصها برضه قبل ما اقفل عليهم، هزودها لهم شويه ميه، وان شاء الله باذن الله كل برضه ايه ساعه ولا حاجه اطلع اشوفهم كانوا محتاجين ميه ولا حاجه احط لهم برضه. زي ما قلت لكم النهارده اخر يوم خطوبه، فربنا يسترها بقى ايه وما تعملش يعني ايه شويه شتاء ولا شويه حاجات من اللي بتبقى تعملهم كل سنه دي. كتر خيرها طول الشهر، بس اكيد يعني عايزه ايه تثبت نفسها قبل ما تمشي. فالحمد لله اللي جت في اخر يوم وعملت كده طول الشهر كان بسم الله ما شاء الله زي العسل، وما شفناش منها اي حاجه وحشه. يا رب تكون الفيديوهات بتاعتي خفيفه عليكم وما كنتش بتقل عليكم، وتكونوا بتستفادوا منها اي حاجه، وربنا يبارك فيكم ويخليكم ليا كده، والقناه بتاعتي تكبر كمان وكمان بوقوفكم جنبي. وحبيت اعمل معاكم الروتين ده كده زي ما انا قلت لكم. ودي كان الروتين بتاعي معاكم النهارده حبايب قلبي، ودي كان يومي معاكم النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.